ما تقساش على نفسك، ما تجلدش ذاتك، ولو على الاخطاء فاحنا البني ادم بطبيعته خطاء وكلنا خطاؤون. فافتكر دايما ان لولا الخطا احنا ما كناش وصلنا للصح. توماس اديسون لما جه عمل اختراع ما نجحش معاه من اول مره، ده مر بحاجه و90 تجربه عشان يوصل للصح ايه. فانت هنا عادي، في لما نغلط مش نهايه العالم. غلطك ده هو اللي هيعرفك الصح ايه، غلطك ده هو اللي هيبقى سبب نجاحك، غلطك ده هو اللي هيخليك دايما طول الوقت صح. فتكبر حاجه زي كده وافهم ان دي سبب من اسباب شعورك بعدم الرضا. كلمتين من اخ لاخوه. حلو جدا انك تبقى طموح، حلو جدا انك تبقى مجتهد، حلو جدا انك تبقى شاطر، حلو جدا انك يبقى عندك طاقه، بس اوعى تقارن نفسك بحد. ما تقارنش نفسك بحد ولا تقارن نفسك بالاخرين. فانت لازم تفهم ان عقل الانسان هنا بطبيعته ما بيعرفش يعمل حاجتين في وقت واحد. فانت يا اما هتركز على الاخرين وتفضل في مكانك، يا اما هتركز على نفسك وتسبق الاخرين. فلو انت حاطط ليك هدف في الحياه فانت قطعت نص المشوار، ان انت اوريدي حددت هدفك. نص المشوار التاني هو انك تركز على هدفك، تشوفش حد تاني، تمشي هو طريقك. هدف يعني هدف.